غلطت غلطة في اوبير كلفتني خسارة بقيمة 2000 فرنك سويسرية. نحب نقول لك رد بالك وتبع الفيديو للاخر باش تعرف شنو هي الغلطة اللي غلطتها انا، باش انت زاد راك ما تغلطهاش. وكما انا غلطت نحب نقول لكم الغلطة هذوما ما تعملوهمش في البلاد هذيا، بالاخص في سويسرا، على خاطر راك قادر تخسر برشا فلوس وقت اللي انت حبيت تخدم اوبير وتربح فلوس تخسر فلوس كيما صار لي انا. اول حاجة نحب نقولها لكم انه اوبير راهي خدمة باهية ما تكونش خدمة رسمية، على خاطر نهار تخدم ونهار لا، ساعة يجيوك دو كوموند وساعة ولا ساعتين ولا حتى 3 سوايع توصل ما تجيك حتى كوموند وتقعد 3 سوايع عطوكم من غير ما تدخل حتى فرنك. اوبير فيها خباثة في السوايع، وقتاش نهارات تعرفهم اللي يخدموا فيهم برشا، واناهم السوايع اللي يجيو فيهم برشا كوموند. الناس الكل نعرفوا وقت الفطور وعندك العشاء هذوكم الناس الكل تعرفهم اللي راهو يجيو فيهم برشا فلوس. ما فما حاجه الناس ما تعرفهاش، وقت اللي تقل الخدمه راهي الكوموند قادره تجيك بدوبل، يعني فلوس يجيوك دوبل. تحديدا هذه بيرن في سويسرا بالرسمي بلاصة ياسر مزيانة، والبني لهنا قديم وحاجة مزيانة على الاخر بيرن. وما تنسيوش تشوفوا الفيديوهات. اول حاجه ننصحكم بها في اوبير، رد بالك، يمنع منعا بتاتا تضرب الورق، خاطر كان شلقوا بيك في اي ورقه مضروبه يحكموا عليك نهائيا، ما فيهاش كلام، ما عادش باش تخدم اوبير. باهي نتعداو ليتاب الثانيه، انه تعمل الانسكريم تاعك تك تك تك، تحط الوراق الكل وتستناهم يعطيوك الموافقه. اوبير راهي خدمه ماهيش تنجم تكون رسميه وتنجم تعيش بها عيله. اوبير تنجم تستحقها في العشيه اذا عندك وقت، ولا لسبات ولا حدات، وقت اللي هو زاد لسبات ولا حدات راهم اقوى 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 نهارات فيهم خدمه. يعني تنجم من لسبات ولا حدات تنطر 150 فرنك اذا انت بالبسكليت، اذا انت بالموتور تنجم توصل حتى ل 200 فرنك. ما نحكيو على خدمه نهار كامل، انا وصلت نهار خدمت نهار كامل دخلت 200 فرنك سويسريه. اما لهنا لازمك تكون محترم على الاخر وتطبق القانون اللي قالك عليه اوبير. ما لازمش تحكي برشا مع الكليون، ولازمك تعطيه الماكلة بالاتقان، يعني كيما هكا بالضبط. ما تحطش الساك في القاعة، ما تعطيهمش الماكلة مقلوبة، خاطر في سويسرا راهو اسهل حاجة يعملوها الريكلاماسيون، و3 ريكلاماسيونات تلقى روحك ما عادش عندك كونت وما عادش تنجم تخدم. خليك مواظب باش تدخل اكثر فلوس. نحكيو على نهار كامل بالبسكليت، عباد اخرى بالكهرباء ياخذ 5 كوموندات ويدخل 170 160 ويمشي على روحه. في اللحظة هذه أنا تو باش نحكي لكم على اللي صار مع تجربتي واللي أنا ما حبيتوش يصير. ما هذه حاجة كاتبة نهار أنا كيما تراو لهنا بالضبط. لازمك تطبق القانون، ما نتحرقش الضوء. أي غلطة تنجم تغلطها تلقى الحاكم بجنبك يوقفك وما تراهوش. الدوريات في سويسرا بالرسمي ما غير ما تحكي يعرفوك منين جيت وشنية الموتور اللي تسوق فيها، وساعات يعملوا كنترول على الجماعة اللي يخدموا اوبير، خاطر يعرفوا انه كاريان الكونتوات في سويسرا، واللي يتشد كاري الكونت متاعو راهو بالرسمي ياخو عقاب كيما تراو اللي قلت لكم عليه. يعني انا سوقت موتور ما في باليش اللي الموتور هذايا تتساق بالبرمي، هاكم ريتو الى عقاب اللي وصلت له انا. وخليكم تتبعوا الفيديو للاخر تو تعرفوا كنترول نتاع اوراق موتور. حاجه خاطيه اوبير وحاجه خاطيه اللي في مخي. ولهنا انا في اللحظه هذيك راني وقفت وما خالفتش القانون وعطيتهم الاوراق، وقت اللي انا واثق من روحي اللي انا راني ما عندي حتى غلطه. ولهنا يصير الغلط اللي انا توا باش نحكيه لكم. وما تنساوش تعملوا لايك وابوني وشجعوني كل مره نعطيكم حاجات. جوست هذايا خاطر اوبير انا صارت لي فيها حاجه هذيك نحكي لكم في الملخص ونحكي لكم على سويسرا. وقفني الحاكم فما جمله قالها لي، قال لي انت متاكد في اللي تعمل فيه؟ قلت له بالطبيعه متاكد، مانيش مخالف القانون، نخدم على روحي، تجربتي هذه جديده في اوبير. قلت له عندي نهارين. اما لهنا فما حاجه حسيت بها اللي انا فما حاجه ماهيش عاديه. قال لي ما عندكش الحق تسوق الموتور هذايا. لهنا انا تشوكيت وعرفت انه ما يرحموكش في البلاد هذايا، تغلط تخلص. ما قلت لكم تغلط تخلص. قال لي البرمي اللي عندك ما يسمح لكش تسوق الموتور هذايا اللي هي موتور 50، نحكيو على موتور 50. وقت اللي انا في بلادي عندي الحق نسوق الموتور هذايا حتى من غير برمي. وعندي فكرة صغيرة انه في سويسرا تسوق الموتور 50 من غير برمي. ما لهنا صار عليا تحيل في شريان الموتور.
انا وقت اللي مشيت للجراج وباش ناخذ الموتور قلت له حاجتي بموتور البرمي هذا يتوصف مع الموتور هذايا. قال لي عندي موتور 45. حسيت انه انا تحايلوا عليا وقت اللي انا ما نفهمش الالمانيه في البلاد هذايا. كي مشيت شريت الموتور وريته لاوز فايس نتاعي اللي هي الكارت سيجور نتاعي، وريته البرمي نتاعي، قلت له اعطيني موتور يسمح لي باش نسوقه في البلاد هذايا. وانا ديما عندي فكره انه موتور 50 50 عندي الحق نسوق. بقينا فما 5 زايده. قال لي الموتور هذايا تمشي 45 وعندك الحق تسوقها. مي انا كي خديت الكارتة من بعديك نلقى في كلمة الموتور تمشي 45 وفي نفس الوقت من لوتا مكتوبة تمشي 70. يعني الموتور انا الحق متاع ربي راني مشيت بها في 70. وقعدت متشوكي شوية، قلت عليه شنية الحكاية، قلت ما نتصورش الراجل باش يغشني. ولهنا صار عليا كما قال الاخر اتغشيت في الموتور. في اللحظة هذيك قال لي لازمك توقف الموتور جمله وما تنجمش تسوقه. وقت اللي انا عندي دو كوموند نتاع اوبر، واحده مازالت بعيده 5 دقائق والاخرى بعيده 15 دقيقه، يعني نحكيو رانا بالموتور. باهي قلت له شنو اللي باش يصير توا؟ قال لي لازمنا ناخذوا الورق نتاعك ونستدعاوك باش تجي نشوفوا شنو الاشكال والغلطه اللي صارت معاك. لهنا انا دخلت بعضي، ما نحكيش برشا المانيه في البلاد هذايا، ما فهمت انه انا باش تجيني حاجه رزينه على الاخر. في النهار هذاك وقفت الموتور وهزيت الكوموند الاولى على ساقية والكوموند الثاني مولاها اعمل انولي، يعني رجعت. وفي الرجعه هذيك اكدوا عليا انه انا ما لازمنيش نمس الموتور وبيت الموتور غاديك، على خاطر في الرجعه الثانيه وانا على ساقية قعدوا يعسوا عليا مره اخرى انه انا نجم نهز الموتور مره اخرى. وقتها تكون العقاب قاسي جدا ونجموا نوصلوا حتى الحبس. في سويسرا راهو ساهل بالبرمي بالكهرباء راك توصل له الحبس. تبقينا شباب الله لا يوصلنا ليه. النهار هذاك دخلت بعضي وعرفت انه فما حاجه ماهيش هي. روحت على روحي للدار، حاولت نكمل نخدم اوبر بالبسكليت، ما فشلت، ما حبيت. وفي اللحظة هذيك مشيت ايامات وجات ايامات ونسيت الموضوع، وديما حاطط في مخي انه انا باش تجيني عقاب صغير برشا. فما نهار انا مروح حليت البواطة لتر ونلقى الجواب هذاك حليته. كما قلت لكم انا ما نفهمش برشا المانيه، اما ريت حاجه مكتوب عليها 2000 فرنك سويسريه. عرفت انه انا باش نخلص 2000 فرنك سويسريه. في اللحظه هذيك ما نكذبش عليكم شباب راني وقفت وحزنت شويه، على خاطر راهو في سويسرا تخلص خطيه 2000 فرنك سويسريه ما هي سهله. وقت اللي انا زاده مروح لتونس بعد ب3 شهور. قلت ل2000 نتقبلها، ما فما حاجة من بعد جات بعد ل2000 اللي هي أقوى. إنه عندك ورقة لهناك باش تدخل تخدم ولا باش تسوق كرهبة في خدمة ولا حاجة، فما ورقة اسمها كاسي جديسير. هذه الورقة تثبت اللي أنت نظيف. الورقة هذه توصل تتمسخ لي لمدة عامين، يعني عامين كاملين باش نجم تخدم حاجات كيما اوبر كيما جاست ايت. اي حاجه فيها خدمه تتسيق فيها كهرباء ولا موتور ما عادش تنجم تخدم. يتفك لي البرمي لمده شهر ونزيد نخلص 300 على البرمي اللي تفك. يعني جمله الجمل خذينا عقاب اقصى درجه. خذينا عقاب اقصى درجه. شباب نحب نقول لكم بالرسمي في البلاد هذيا حاولوا اسألوا على كل حاجه باش تعملوها، وحاولوا كي تشريوا حاجه ثبتوا، على خاطر انا لا عاد نجم نخدم لا شوفور، لا نجم نخدم نوصل الكليات، حتى اوبر ما عادش نجم تخدم. اي حاجه فيها باش تهز وتسوق بس موتور بكرهبه ما عادش تنجم تخدم لمده عامين. والحاجه اللي زاد غاذتني انه انا عندي عامين سورسي في القضيه هذه. معناها كان تحرق ضوء باش تعاود تخلص اللي خلصته الاولاني، لو كان تغلط غلطه ولا يشدوك غلطه مره اخرى تسوق في موتور من غير برمي، كيف يعاود الفلوس هذوك متخلصهم وتجيك العقوبه جديده. يعني شباب اوبر راه في برشا ناس لهنا تخدم
مهمش يطبقوا في القانون. وانا كنت كيفكم. نحب نزيدكم حاجه، اللي انا كملت حركه الضوء هذاك علاش هما زادوا تلمدوا مع بعضهم. واللي يحب يخدم اوبر، يا اوبر طبق القانون بالاخص لهنا وتخدم واللي يقولوا لك عليه، سينو راك باش تجي تربح 100 فرنك سويسريه ولا 200 فرنك سويسريه، تلقى روحك تخلص في 2000 و2500 و3000. ولهنا راهي الخطيه في سويسرا حاجه سهله على الاخر، وما فيهاش يخاطيك وتتعدى على روحك وراك ما تنجم حتى تعمل حتى شيء، على خاطر هو قال لك البلاد هذيا لازمك تطبق القانون نتاعها. ما انا حبيت نحكي لكم على حاجه انا بالرسمي ما في باليش بها وتحايل عليا في شريان الموتور. هذاك علاش نحب نقول لكم اللي ثبتوا في كل حاجه تعملوها في سويسرا، على خاطر لهنا اللي يغلط يخلص. وانا خلصت وتربيت من غلطي وما عادش نجري لا بالكهرباء ولا عاد نحرق ضوء، ووليت اي حاجه باش نشريها نثبت شنيا هذيك وكيفاش هذيك وكيفاش هذيك. شباب ما تنساوش تعملوا لايك وكومنتير وتفاعلوا معنا وقولوا لنا شنيا الغلط اللي غلطتوهم وشنيا الحاجات اللي صاروا لكم في سويسرا، باش هكاك كل واحد ياخذ معلومه من عند صاحبه ونطلعوا عارفين برشا معلومات، خاطر القانون في سويسرا كبير وما تنجمش تعرفوا بالصفه اللي تتوقعها انت، بالاخص كي تبدا تعيش في بلاد يحكيو بالالمون وما هيش لغتك. صعيبه لهنا باش تخدم معاهم باش تعيش معاهم. يعني علاش خيرت اوبر خيرتها خاطر نخدم وحدي. يعني اوبر عباره شريكه متاعك وقت اللي تحب تخدم وقت اللي تحب تسكر. اللي نحب نقول لكم راكي تخدم اوبر من الصباح لليل تنجم تقدر تعمل شهريه قريب 3000 فرنك سويسريه، اللي هي راهي ماهيش صعيبه. واللي نحب ناكدوا لكم مره اخرى اوبر في ساعه يجيوك دو كوموند كيما عاد 4 سوايع ما تجيك حتى كوموند. شباب السلام عليكم.